دهن العود، هذا العطر ذو الرائحة النفاذة والباهظ الثمن المعروف لأهل الخليج بشكل خاص وبعض العرب عموما، والذي يقدر حجم التجارة فيه على مستوى دول التعاون بحوالي 4 مليارات درهم سنويا، حصة الإمارات العربية منها نحو 25%. ويتساءل الكثير من الناس عن السبب وراء ارتفاع أسعار دهن العود ومشتقاته، لذلك قررنا تتبع مراحل تصنيعه منذ وصوله من دول المنبع التي يتركز أكثرها في كمبوديا وماليزيا وتايلاند وإندونيسيا. وبالطبع لا يصل دهن العود كمنتج زيتي صالح للاستخدام، بل يتم استيراده بداية الأمر كمادة خام تتكون من قشور أشجار العود القديمة التي تتجاوز أعمارها بحد أدنى 70 عاما. أول شيء نحن عود جيب من كمبوديا، تايلاند، ماليزيا واندونيسيا. بعد ما جبنا العود نحن نسوي هذا جريدينج كواليتي. بعد ما كواليتي ممكن اطلع منه درجة أولى، درجة 2، ثالث. بعدين نسوي تنظيف. يوم سوي نحن عودة تنظيف من النوعية تنظيف ممكن كمان تطلع نوعية رقم 1، رقم 2، رقم 3. وبعد تنظيف وتصفية أخشاب العود وفرز ما يصلح منها للبخور عن المخصص لصناعة دهن العود، يتم طحن الأخير ثم عجنه في مكائن خاصة. بعد ذلك يوضع عجين العود في براميل كبيرة لعدة شهور، ليخرج بعدها للمرحلة الأهم، مرحلة التقطير، التي تمتد هي الأخرى ل15 يوما على الأقل، وهي مرحلة يتم خلالها وضع عجين العود في قدور كبيرة على نار هادئة، وفي كل ساعة تقطر من القدر العملاق بضع قطرات من دهن العود الممتاز الذي يصنف كقطفة أولى للمحصول، وما يأتي بعد ذلك يندرج تحت الأصناف الأقل جودة. عندما ننظف العود وننقيه شيء جاهز للاستعمال، وشيء نحطه في براميل، والبراميل فيها مواد ويخزن في البراميل لمدة مثلا ما يقارب حوالي 3 شهور. ومن بعد البراميل هذه نفرغها في الغلاية، والغلاية نفس الشيء تاخذ بعد من 10 أيام إلى 15 يوم. ومن بعد ال 15 يوم يصنع من المادة هذه يطلع منها دهن العود. برضو من دهن العود أول شيء يوم تطلع أول 3 يوم في نوعية، في تالي 3 يوم في نوعية، في آخر 7 يوم في نوعية. وأخيرا يؤخذ الدهن الناتج من عملية التقطير ليعبأ مباشرة في قوارير صغيرة وبشكل يدوي، فكل قطرة تقدر بثمن، وكلما أصبح دهن العود قديما وداكن اللون كان أفضل وأغلى ثمنا لتركز العطر فيه. القديم يرجع إلى السواد، ياخذ نسبة السواد أكثر من وريحته بتكون طبعا أجود وأذكى من الجديد. أما أخشاب العود التي تم تخصيصها للبخور فتؤخذ ويتم تقطيعها بشكل صغير، ثم تنظف قطعة قطعة يدويا مع الحرص الشديد على إزالة الأوساخ والرمال العالقة فيها. وكلما اعتنى التاجر بالتنظيف ارتفع سعر البضاعة، وتتكون أجود أنواع العود من الأشجار التي استفحل بها المرض، كونها تكافحه عبر إفرازها مادة صمغية ذات رائحة زكية وطيبة، هي رائحة العود بعينها. إذا هكذا يصنع دهن العود، مراحل عديدة وكثيرة وشاقة تفسر لنا أسباب ارتفاع